النهاردة رابع حلقات باك تو سكول ومكملين مع بعض سلسلة الحلقات. حلقة النهاردة هي عبارة عن وصفة البانكيك. هتعمليه في منتهى السهولة والبساطة في 5 دقايق بس. مجرد ما هتصحي هتحطي كل مكوناتك في الخلاط وفي طاسة على النار هتعملي لولادك أحلى بانكيك في اللانش بوكس بتاعهم. طبعا ده معشوق الأطفال وخصوصا لما بيكون بالنوتيلا. يلا بينا نشوف الجمال ده هيتعمل ازاي وفي 5 دقايق اوعدك. يلا بينا ندخل على المقادير. مقاديرنا موجودة في كل بيت وسهلة وبسيطة جدا. معانا 1.5 كوب لبن وكوبايتين دقيق وعدد 2 بيضة وربع كوباية زيت ونص كوباية سكر ومعلقة بيكنج باودر ومعلقة فانيليا ورشة ملح. مقاديرنا سهلة وبسيطة جدا ومتوفرة في كل بيت، يعني مفيش بيت مفهوش دقيق ومفيش بيت مفهوش لبن وبيض. مش هنجيب حاجة من بره ولا هنحط مكونات خزعبلية، كل ده هنحطه في الخلاط بمنتهى السهولة. هنضرب بس بتكنيك معين علشان يطلع لك البانكيك بتاعك هش وجميل. ولو انت اول مره تشوفيني واول مره اظهر لك على اليوتيوب ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناه علشان تشوفي كل وصفاتي الجايه وتحطي لايك للفيديو علشان اكبر عدد يشوفه ويستفاد. واحلى حاجه في الوصفه بتاعتنا ان احنا مش هنعمل مواعين ولا اي حاجه. هو الخلاط بتاعك هتبتدي تجيبيه وتبتدي تحطي فيه البيض والفانيليا وعليهم السكر وهنخفقهم كويس جدا مع بعض زي ما انتم شايفين كده. اول حاجه جبت البيض وهبتدي احطه في الخلاط وعليه الفانيليا وعليه السكر. واهم حاجه في الموضوع ده ان السكر يكون داب كويس. اول حاجه اهو حطينا البيض وعليه الفانيليا وبعد كده السكر. تمام، ونبتدي نضربهم كويس جدا. وزي ما هتشوفي الخطوات ماشيه معانا ازاي. وبعد كده هننزل بالزيت، ربع كوبايه زيت، والخلاط شغال زي ما هو كده وبرضه نفضل نستمر في الخفق. وبعد كده هنبقى نفتح بقى الغطا ونحط اللبن بتاعنا. اول حاجه المكونات السائله كلها تندمج مع بعض ونضمن ان السكر دايب وكل المكونات تمام ومية مية. بعد كده هنخفقهم حبه صغننين خالص وبعد كده هنبتدي نضيف الدقيق. تمام، هنا هنضيف الدقيق على مرحلتين علشان نضمن ان ما يبقاش فيه تكتلات ولا فيه اي حاجه. هنا ضفت اول جزء وهنا بقى هضيف الجزء التاني، يعني بمعنى حطينا كوبايه وبعد كده كوبايه. تمام، لغايه هنا الطريقه سهله خالص وما فيهاش اي تعقيد ولا فيها اي حاجه. ده البانكيك السهل الممتنع، يعني اي حد كده عايز يعمل اي حاجه حلوه يحلي بيها بقه في 5 دقايق بالظبط هيكون عاملها. وهو ده القوام اللي احنا عايزين نوصله. زي ما انتم شايفين سايل ازاي وما فيهوش اي تكتلات. ولو حبيتي ان انت تتاكدي برضو بتجيبي الاسباتولا بتاعتك وتبتدي تجيبي الجوانب بتاع الخلاط كلها. جبت هنا طاسه تيفال وحطيت دهنتها دهنه زيت بسيطه جدا. وزي ما انتم شايفين كده هنحط البانكيك، نحاول نخلي ايدينا متساويه. ومن اهم الملحوظات اللي لازم اقول لكم عليها ان الطاسه لازم تكون سخنه ولازم تكون طاسه مانعه للالتصاق. وهنبتدي نسيبه كده لغايه ما يطلع البقليل الصغنونه دي وتقومي كده عارفه ان هو خلاص لازم يتقلب. اوكي، هنبتدي بقى نكرر الموضوع ده لغايه ما نخلص الكميه كلها. طبعا كوبايتين الدقيق طلعوا لي كميه كبيره جدا جدا، بس علشان اقصر عليكم مده الفيديو ما طولش عليكم جايبه لكم المختصر المفيد. هنبتدي بقى نزين البانكيك بتاعنا بالصوص اللي انت عايزاه. متاح عندك تعملي بالعسل، متاح باللوتس، متاح بالنوتيلا، متاح انت تاكليه هو كده حاف، يعني حاجه كده في منتهى الجمال. حقيقي حقيقي السهل الممتنع. وان شاء الله لما تجربوه هيعجبكم وهتعرفوا قد ايه هو سهل وحاجه حلوه جدا الولاد كلها بتحبها وبتفضلها وخصوصا في المدارس. ومفيد طبعا، كله بيض ولبن ودقيق، يعني حاجات كلها بروتينات ومغذيه جدا للولاد وخاصه الصبح. زي ما انتم شايفين كده كنت عامله 3 اكياس حلواني، 1 عسل ابيض، 1 لوتس زبده اللوتس، 1 بالنوتيلا. طبعا الولاد زي ما انتم عارفين بيعشقوا حاجه اسمها نوتيلا، وهي يعني حلوه بتفوق العيال وبتديهم طاقه على الصبح يعني. فهنزين بقى الجزء التاني ده بالنوتيلا كده زي ما انتم شايفين. وطبعا الجزء الخاص بتاعي انا عملته باللوتس لان انا يعني بحب اللوتس جدا. اي حاجه تخص اللوتس، بسكوت، زبده، اي حاجه بعشقها يعني. وحقيقي ان شاء الله لما تجربوها هتنول اعجابكم، انا عارفه كده. وكانت دي وصفه النهارده، اتمنى انها تكون عجبتكم. وان شاء الله لما تجربوها وتعملوها للولاد هيفرحوا جدا بيها وهيشكروكم على الوصفة الجميلة دي. وقبل نهاية الفيديو حابة اشكركم على التفاعل الجميل اللي حاصل على سلسلة حلقات باك تو سكول. ما كنتش عارف انها تعجبكم قوي كده، لكن ان شاء الله مستمرين ومكملين في اقوى واحلى سلسلة حلقات باك تو سكول. الوصفات اللي جاية اقوى واجمل بكتير. انتظروني واسيبكم في حفظ الله ورعايته. باي باي.